الحاجة اللي احنا بنفكر فيها ومقتنعين بيها ومؤمنين بيها هي نفس النتيجة اللي احنا نوصل لها. ازاي بقى الكلام ده؟ اي حاجة بنفكر بيها ومقتنعين بيها علينا الباطن بينفذها، سواء الحاجة دي صح او الحاجة دي غلط. انا مثلا لعيب كورة، كل شوية بقول انا هدخل الماتش ده هخسر، ادخل الماتش ده مش عارف ادي كويس، انا لاعب واحد، هلاقي ان مستوايا بيقل. عقل الباطن هيوصل لاجهزه جسمي والاعضائي ان هي تشتغل على هذا الاساس، ان انا وحش، ان انا مش عارف اشتغل، ان انا مستواي وحش، فبالتالي هلاقي مستواي بيقل، الطاقه والباور بتاعه ادائي بيقل. على العكس مثلا لو انا كل شويه بقول لا انا افضل لاعب، هدخل الماتش ده هكسب، انا هحقق نتائج احسن اللي المدرب عايزها، عقل الباطن هيشتغل وهيستخدم كل قدراته وكل امكانياتي بحيث ان هو يوصلني لنفس النقطه دي. وهنا بالتالي هنلاقي ادائي عليه ورفع. عقلنا الباطن بياخد الكلام وزي ما بيسمعه زي ما بيبدا يطبقه، ما بيفكرش الكلام ده صح او الكلام ده غلط. فعلشان كده لازم نبدل اي كلام سلبي في حياتنا بكلام ايجابي، علشان احنا لو ما غيرناش تفكيرنا من التفكير السلبي للتفكير الايجابي يبقى عمر افعالنا ما تتغير، علشان عقلنا الباطن مش بيفلتر الكلام، وزي ما انت بتقوله له زي ما هو هينفذه. اديت له كلام ايجابي ونجاحات يبقى هتوصل لهم، اديت له كلام سلبي يبقى خلاص خليك عارف ان هو هيفضل ماشي على نفس الكلام.